قصة أقرب إلى حكاية ألف ليلة وليلة سردت تفاصيلها صحيفة الديار اللبنانية عن العلاقة الحميمة التي جمعت الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مع زوجة الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي ليلى الطرابلسي، والتي بدأت في إحدى الزيارات التي قام بها الرئيس التونسي للاستجمام في ليبيا بصحبة القذافي. وتقول الصحيفة في ذلك التقرير المثير: حط طائرة الرئيس زين الدين العابدين في مطار بنغازي، فاستقبله الرئيس معمر القذافي، ومشت زوجة زين الدين العابدين وراء زوجها، والقذافي مسرور جدا لأنه أصطاد الطير الذي يريد، وأنها أصبحت على الأرض الليبية وسيمارس الجنس معها، مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أنه كان مغرما ومعجبا بها جدا، وأن مبادرته لفعل من هذا القبيل في تونس لم يكن ممكنا بسبب الرقابة، وكذلك خارج أرضه وجمهوره في أي من بقاع الأرض الأخرى. وحصل أن طلب الرئيس التونسي بن علي الخروج في رحلة صيد، ورد القذافي بالإيجاب واستدرك بالقول إن نسبة ذهابه 90%، فهو مريض بظهره وقد يعاجله الألم ليلا فيضطر لعدم الخروج، وحرص القذافي على تنبيه ضيفه بأهم عدم اصطحاب زوجته إلى تلك الرحلة، إذ لا تعتبر القبائل العربية في ليبيا التي تقطن مناطق الصيد ذلك أمرا لائقا. واستطردت الصحيفة في سرد تفاصيل المسامرة التي جرت بين القذافي وبن علي تلك الليلة. وحسب التقرير فإن الود كان متبادلا بين ليلى الطرابلسي ومعمر القذافي، وأبلغته بطريقتها أن ما تريده ليس المال والمجوهرات، بل قصر في العاصمة الفرنسية كلفته حينها 50 مليون دولار أمريكي. ويشرح التقرير كيف استغل القذافي خروج بن علي لرحلة الصيد فجر اليوم التالي لقضاء خلوة مع زوجته التي كانت تسكن جناحا خاصا في قصره بالعاصمة الليبية طرابلس، محصنة ومحاطة بالحرس النسوة المدربات والمسلحات. وتضيف الصحيفة أن ذلك اليوم كان البداية في العلاقة بين ليلى الطرابلسي ومعمر القذافي، فحرصت بعده على زيارة ليبيا مرتين شهريا، تعود بعد كل زيارة محملة بمبلغ 10 ملايين دولار كهدية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك.